السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا جاي احكي لكم حاجه النهارده حصلت في المستشفى قدام عيني، ومش عايزه اقول لكم انا قد ايه كنت حزينه، قد ايه انا كنت متضايقه. انا كنت رايحه اعمل شويه تحاليل وفحوصات، يعني كان مطلوبه مني، ولقيت واحده داخله قمه الجمال ما شاء الله عليها، حلوه ومغمى عليها، ومامتها عماله تبكي، وجاي معاهم واحد. آه، هو طلع جوزها في الاخر. دخلوها طبعا على غرفة الدكتور عشان يعملوا لها إفاقة عشان تفوق. وبعدين جوزها سابها مع مامتها وطلع قاعد بره، طلع قاعد بره المستشفى. أنا استغربت إن جوزها سابها وطلع، قلت عادي يمكن مامتها يعني تكون جنبها أفضل يعني. شوية ولقيت الممرضة والدكاترة وحالة قلق حصلت كده في الغرفة، ومامتها طلعت بتبكي، واقفة بتبكي. فبقول لها تعالي يا حاجة اقعدي هنا، وروقي، هي مغمى عليها هتفوق. مامتها اللي طالعة عليها تقول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. فطبطبت عليها وصعبت عليا شوية، ولقيت المستشفى مقلوبة كده، جوزها كل ده واقف بره. طبعا يعني هو قاعد بره المستشفى، حتى ما دخل يسأل حالتها عاملة ازاي، كده 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 ما في، قاعد جوه بره في المستشفى واحنا قاعدين جوه. كلني الفضول ان انا ممشيش، عايزه اطمن البنت اللي جوه دي جايه مغمى عليها في ايه، ومامتها بتبكي ليه كده، والحاله مش طبيعيه وفي حاجه مش مظبوطه. حاله الطوارئ اللي حصلت في غرفه البنت كانت تخوف، وهي بالفعل تخوف. شويه ونادوا على مامتها. يا وجع القلب، يا وجع القلب في اللحظه دي. مامتها دخلت، الدكتور قال لها يا حاجه البقاء لله، بنتك تعيش انتي، بنتك تعيش انتي. مامتها في قمة الانهيار، مامتها في قمة الانهيار. انتوا متخيلين الست بقت عاملة ازاي؟ طبعا انا طلعت اشوف جوزها ده فين. سمعته بيكلم حد في التليفون ويقول له، او بيقول لها، يعني هو كان بيتكلم بلغة يعني ان هو هيراضيها لما تروح. دموعي نازلة. ناديت عليه، قلت له لو سمحت حرمتك اللي جوه او مراتك اللي جوه؟ قال لي اه. قلت له طب تعالى شوفها. راح يشوفها. تخيلوا، دخل يقول لها ايه؟ بيقول لها قومي يا حبيبتي، انا ما عنتش هزعلك، قومي وانا ما عنتش هضربك، قومي وانا ما عنتش هكلمك كلمة تزعلك. بعد ايه؟ بعد ما ماتت، بعد ما افتكرها ربنا، جاي تقول لها قومي يا حبيبتي، جاي تقول لها قومي يا حبيبتي. يقول لا هي مغمى عليها وهتفوق. الدكتور قال له جات لها أزمة قلبية وماتت. من قمة الوجع، من قمة الحزن اللي كان جواها. شوفوا قد ايه الزعل بيعمل، قد ايه الزعل بيوصلنا في النهاية. يا اخي انت واخد 24 ضلع، حافظ عليهم، حافظ على الامانة اللي جاتلك.
مش تهينها وتضربها وتبهدلها. امها لا حول بها ولا قوة. منظر كان وحش قوي، كان وحش قوي 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 قوي. انا واحدة من الناس جربت وجع القلب بجد. يعني كان عندي موضوع حزين قوي، موضوع قاسي جدا. انا حسيت ان عند قلبي هنا كان كأن حد بيديني حقن شطة في الوريد، في الشرايين. شطة كانت طالعة. بعدها قلت لا. بعد ما شفت البنت لما توفاها الله، قلت لا، محدش يزعل، محدش يزعل. انتي شايفاه بيمد ايده عليكي وبيضربك وبيهينك وبيبهدلك، سيبي البيت، روحي بيت ابوكي. ابوكي مش عايش، اشتغلي، اصرفي على نفسك. انا مش بحرضك ومش بخليكي تفكري في خراب بيتك، بس من بعد عمرك مش هتلاقي. من بعد عمرك مش هتلاقي. مين هيربي عيالها؟ مين هيربي عيالها؟ مين هيعوض امها عنها؟ مين هيعوضها عن شبابها؟ انت. يا جماعة، وجع القلب ده شيء وحش قوي بجد. قسما بالله شيء وحش جدا. البقاء لله فيها، وربنا يرحمها ويغفر لها ويصبر اهلها. انا من ساعة ما رحت وجيت وانا نفسيتي مش كويسة بجد، وعمالة افكر في البنت دي، ايه اللي وصلها لان هي تحزن الحزن ده كله وتموت الموتة ديت. هي مكتوب لها، هي مكتوب لها. والكل قدر، والكل عمر كتاب. احنا كلنا امانة على الارض، وديعة على الارض. كلنا هنروح، بس لازم نختار لعيالنا الناس اللي تحافظ عليها، واحنا نختار الناس اللي تحافظ علينا. الله يرحمها ويتوفاها الله برحمته. واشوفكم في حلقة تانية ان شاء الله. سلام عليكم.